السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا انا عارفه ان ناس كتير جدا بتحب مروه بنت حسني مبارك ونفسهم يسمعوا اي خبر حلو عنها. انا النهارده طالعه ابشركم بخبرين مش خبر واحد، لان انا من الناس اللي بحب دايما ابشر الناس بالاخبار الحلوه. اول خبر حلو معانا النهارده اللي هو اكيد حضراتكم سمعتوه، اللي هو الاستاذ احمد مهران نزل على صفحته وقال ان تم تجديد استئناف الحكم بتاع مروه اللي هو سنتين و100,000 غرامه. الاستئناف هيبقى يوم 28 سبتمبر. ده أول خبر مفرح معانا ودعوات المصريين. هو فعلا الاستئناف، وإن شاء الله إن شاء الله نسمع أخبار حلوة عن مروة بسبب دعوات المصريين، لأن ناس كتير جدا جدا بتحب مروة. سبحان من حط المحبة دي في قلوب الناس كلها. تاني خبر حلو معانا، المحكمة استبعدت بلاغ الفنانة وباء عامر بدعوى السب والقذف من مروة حسني مبارك. المحكمة استبعدت البلاغ والتهم المتعلقة بالشكوى تماما لانعدام الشكوى وبطلان إجراءات تقديمها. يعني كده مفيش شكوى نهائي، يعني كده إن شاء الله في الاستئناف بتاع مروة كده المحكمة مش معترفة بالشكوى اللي قدمتها وباء عامر. يعني كده الحمد لله مفيش شكوى. يعني نتعشم بقى في ربنا خير ان الجلسة الجاية في الاستئناف مروة ان شاء الله تاخد براءة وتطلع منها ان شاء الله على خير. انا قلت لكم قبل كده ان انا ان شاء الله ان شاء الله عشمانة في ربنا ان اطلع ابشركم عن مروة بشرة خير، وان شاء الله اطلع ابشركم عنها تاني لما هي تطلع براءة. الأستاذة وباء عامر أول ما مروة خدت الحكم بتاع السنتين والغرامة وال100,000 الغرامة، طلعت عملت حركات يعني لا تليق بيها كفنانة ولا بمركزها ولا بمستواها ولا بثقافتها ولا بأي حاجة خالص. هي تقريبا كده بسبب معاشرتها لأم مكة وأم ساجدة الناس دي بقت زيهم. شو المثل بيقول من عشر الأم مش عارفة 70 يوم، في مثل كده بيقول. هي فعلا من معاشرتها للناس دي بقت تعمل حركاتهم وحركات كده ما تلقش بيها أصلا. انت بتقولي انت بتعملي خير وبتساعدي الناس، يعني واحدة غيرك كانت هتفرح ببراءتها كانت هتروح تصلي لها ركعتين، لكن مش هتفتح كاميرا وتقعد ترقص وتعمل الحركات اللي هي قاعدة تعملها دي اللي هي ما تلقش اصلا بمستواها. تاني خبر مفرح هكلمكم فيه عن مروة، ان حضراتكم طبعا كلكم عارفين الاعلامي احمد رجب. يعني محدش ما يعرفش الاستاذ احمد رجب. استاذ احمد رجب طلب انضمامه لجلسة مروة اللي هي جلسة استئناف الحكم يوم 28 سبتمبر. لكم ان تتخيلوا ان الاستاذ احمد رجب طلب بنفسه ان هو ينضم للجلسة. في ناس كتير ما تعرفش ان الاستاذ احمد رجب محامي. هو محامي، يعني راجل دارس قانون وفاهم وعارف كويس قوي. استاذ احمد رجب الاعلامي المعروف اللي طلعت معاه يارا، فاكرينها؟ طلعت معاه من هنا وبعد كده البنت توفاها الله بسبب الادله اللي كانت معاه. الاعلامي احمد رجب طلب انضمامه لان هو بيقول ان هو معاه معلومات ومعاه ادله جديده هيعرضها المحكمة في جلسة مروة، في جلسة استئناف مروة. حاسة ان في احداث جديدة كده هتبتدي ان هي تظهر، يعني اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص، اللي جاي حمادة تاني خالص. الناس كلها هتقعد تستنى قضية استئناف مروة بنت حسني مبارك يوم 28 سبتمبر، وهنستنى نشوف الإعلامي أحمد رجب هيقدم مستندات وأدلة إيه لسه احنا ما نعرفهاش. والناس كلها بتدعي لمروة، ادعوا لها يا جماعة، الدعوات بتغير القدر. اللي مروة فيه ده مروة كانت في كرب. تاني حاجة هتكلم فيها مع حضراتكم، ده رأيي للأحداث اللي بتحصل. أنا عارفة إن رأيي ده شخصي ممكن أخليه لنفسي أحتفظ فيه، بس أنا اعتبروني إن أنا بفكر مع حضراتكم. بالنسبة لشاكر، اللي هو شاكر مفصول من الخدمة، هو شاكر إحساسي اللي هو 90%. هو شاكر مش مفصول يا جماعة، كل دي لعبة وحصلت عشان يوقعوا الناس دي كلها. شاكر مش مفصول، يعني تحسوا ان هو يعني متربي فعلا، الولد متربي محترم. هو كان بيدعي ان هو بطريقته واسلوبه ان هو لا يعني ايه،
عارفين اللي هو انا شبح زيكم اهو يعني، وبشتم وبعمل وبسوي، بس كل ده كان تمثيليه. يعني شاكر هو فعلا هيطلع في الاخر ان هو اندس في وسط الناس دي كلها. هتقولوا لي طب هو ليه يعني لحد الان ما طلعش؟ ما كان ممكن بقى يعني الحكومه تطلعه بقى ويطلع وكده. لا، هو اللعبه ما ينفعش ان هي تخلص كده، ما ينفعش. هي لعبة واترسمت ان هو لازم يطلع قدام الناس ان هو هيتحبس وهياخد حكم. بس لا يا جماعة، هو هيختفي من الانظار، زيه زي مروة. مروة بعد ما تطلع من اللي هي فيه ده هتختفي، محدش هيشوف مروة تاني. لان التمثيلية ما ينفعش تخلص ان مروة تاخد مثلا ان هي تخرج مثلا وتخرج تاني وتفتح لايفات وتعمل وتبقى بطلة بقى والناس تتجمع حواليها. لا، ما اعتقدش ان ده كله هيحصل. هو السيناريو مرسوم كده ان مروة لازم هي يتحكم عليها وشاكر يتحكم عليه، والاتنين ياخدوا حكم، وبعد كده خلاص بقى يعني الناس هتنساهم. وهم فعلا كده كده الناس هتنساهم لان هم هيختفوا عن الانظار. انا عارفه ان في ناس كتير هتخش تتريق عليا في التعليقات، اتريقوا براحتكم، بس انا يعني بفكر معاكم. بس انا قلبي حاسس انتوا هتكتشفوا ان كلامي صح. شاكر مش هيطلع مفصول من الخدمة، شاكر مش مفصول، شاكر مش مفصول. الناس اللي بتعرف تقرا تعابير الوش يعني حللوا الشخصية دي وانتوا هتعرفوا ان كلامي صح. شاكر كل ده لعبة كانت مرسومة، ومروة كمثل مروة تربية عسكرية. مروة كانت عايشة برا، كل الفيلم اللي حصل ده فيلم يا جماعة والله. مروة تربية عسكرية، مروة تبقى فعلا بنت حسني مبارك وتم استغلالها، وهما اللي دسوها في النص كده عشان الله اعلم كان ايه السبب. بس صدقوني كل ده تمثيليه، وان شاء الله تتاكدوا من كلامي. انا عارفه ان في ناس كتير هتخش لي في التعليقات وتقول لي انت بتخطرفي، دي احلام بعد العصر. انا عارفه كل الانتقادات اللي هتعرض لها، بس في النهايه اتمنى ان فعلا مروه تاخد براءه في جلسه الاستئناف. ادعوا لها، يعني الدعوات بتغير القدر. ادعوا لها ان هي تاخد براءة عشان الاستاذة وباء عامر تبقى تطلع ترقص براحتها. نهاية ادعوا لوالدي بالرحمة وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. دمتم سالمين.